لو عندك جوزين حمام الجلد بتاعهم مش مساعدك انك تحشيهم ونفسك تحشيهم، تعالي اقولك ازاي تحشيهم من غير ما الرز يقع منك في الشوربة ولا الحمامة تفرقع منك. وكمان لو جلدة الرقبة مش موجودة هقولك ازاي نعملها بطريقة حلوة هتطلع زيها زي اللي برقبة بالظبط. ولو اول مرة تشوف قناتي انا اسمي نرمين، لو عجبك الفيديو اعمليلي لايك وسبسكرايب على قناتي على اليوتيوب لو بتشوفيني على اليوتيوب، وفولو لو بتشوفيني على الفيسبوك. ويلا بينا نبدأ. عندي في الحلة نزلت بمكعب زبدة وهنزل عليه بشوية زيت، دول عشان نحضر الرز بتاع الحمام. بصلة كبيرة مفرومة فرم ناعم عشان ما يبانش في الرز، كده بيبقى افضل. هنقلب فيهم كده لحد ما يتشوحوا معانا كويس وريحتهم تطلع كده، وبعدين هننزل عليهم بالرز. ده رز مغسول عادي جدا مش منقوع. لو نقعتي الرز بتاع الحمام هيطلع بايش معاكي كده قوي في الحمامة ومش هيبقى احسن حاجة. احنا رز الحمام مش بننقعه. هنا بقى نزلت بالملح والفلفل و7 بهارات. ال7 بهارات دي كفيلة جدا 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 ان هي تخلي الرز طعمه تحفة ومش محتاجة اي بهارات تانية. هما ال7 بهارات، الحبهان والقرفة وكل الكلام ده موجود في ال7 بهارات، فهي معلقة او معلقة وربع وبس. وهننزل عليهم بشوية مية صغيرين، مش هنسوي الرز، احنا هنسيبه كده يتشرب حاجة بسيطة ودول شوية مية صغيرين جدا. خلاص هو كده بقى زي الفل معايا. هاخد منه كام معلقة كده عشان احشي بيهم الحمام، والباقي كده سووه تاكلوه مع الحمام. يبقى احنا كده عملنا خطوتين 2 في 1. هنا بقى زودت باقي معيار المية اللي هيسوي الرز وهغطي واسيبه لما يتشرب وأوطي. ويلا بينا بقى نحشي الحمام واوريكم ان هو اصلا كان الجلد بتاعه متبهدل جدا. ويعني هو مش حمام، هما كانوا جايين لي، مش انا اللي شارياهم، فهما كانوا جايين لي كده. لو انا اللي شارياهم كنت ظبطت ان الجلد بتاع الرقبة يبقى سليم مفيش حاجة متشالة منه كده. لازم تعرفي المكان اللي انت هتجيبي منه ان انا عايزة احشيه فيجيبهولك الجلد بتاعه كامل، فمش مشكلة خالص هيطلع حلو جدا معانا. هنحشي الاول البطن. حطيت كده معلقتين رز وهحط تحت الجلد برضو، تحت الجلد كده من عند البطن هحط يجي 3 معالق صغيرين. سبت المعلقة واشتغلت بايدي، اللي يريحكوا اشتغلوا بيه. خلاص انا حطيت كده بوزعه بقى بايدي. انا اول ببقى مفرغة الجلد من اللحم بالراحة كده خالص عشان الجلدة ما تتقطعش منك، وبعدين بقى بتحشي تحت الجلد. ودي الجلدة بتاعة الرقبة هنحط برضو فيها كده شوية رز صغيرين، متمليهاش، لو ملاتيها هتفرقع معاكي في الشوربة مع الغلي وكده، والمية وهي بتغلي الحمامة هتفرقع. بس هنجيب بقى الرجلين هنحطهم كده في الفتحة دي، هنحطهم كده عكس بعض من غير خلة ولا خياطة ولا اي حاجة. هنقفل الرجلين، احنا اصلا اول ما بننزل الحمامة في الشوربة السخنة الحمامة مسامها بتقفل والرز معادش بيخرج، فهي مش محتاجة ولا خياطة ولا خلة. هننفض كده الرز من عليها وهننزل بيها في المية اللي بتغلي. دي مية بتغلي فيها بصلاية وطماطماية وحبهان ومستكة ولورا وفلفل اسود حب عشان ما يغيرش لون الشوربة، ولو مش فارق معاكم ممكن تحطوا فلفل مطحون عادي جدا. انا هنا نزلت بباقي الحمامات بعد ما حشيتهم، نزلت بيهم على ظهرهم مش على البطن، على الظهر. ولو تلاحظوا كده اول ما نزلنا بيهم في الشوربة الجلد كده بتاع الحمام شد نفسه. ده بقى اللي بقولكوا عليه ان مهما كان الجلد متبهدل معاكي لو حشيتيهم بسيط ونزلتي بيهم كده على ظهرهم في الشوربة مستحيل هيخرج منك رز ولا هيفرقع معاكي. شايفين الجلد شدد نفسه كده على الحمامة وجميل ازاي؟ خلاص هما كده كانوا استووا معايا تقريبا، اخدوا من 3/4 ساعة لساعة بالكتير. عندي بقى هنا هحمرهم مكعب زبدة، حطيت عليه شوية زيت كده محترمين وحطاهم في حلة عشان يتحمروا. لما احط كده الحمامية تبقى واخدة نصها كده، واول ما اقلبها يبقى النص التاني. لكن لو حمرناهم في طاسة هنقعد بقى نقلب الناحية دي شوية والناحية دي شوية عشان ياخد كله لون موحد. فالأحسن ان انت تحطيها في حلة عشان ياخد نص الحمامة كده، كمية الزيت تبقى مرتفعة معاكي ياخد نص الحمامية.
انا خلاص كده حمرت النص الاولاني وبحمر النص التاني بمنتهى السهولة. قطعة الزبدة دي بتطري كده الحمامة معاكي، لو انت عايزاها كده الجلد بتاعها كريسبي اكتر مش عايزاها طرية شوية يبقى حطي زيت بس كده الجلد بتاع الحمامة هيطلع كريسبي مش زي لما تحطي قطعة زبدة. خلاص بقى كده خلصنا التحمير. شايفين الجمال بجد بجد طالعين تحفة. شايفين حتى الجلد بتاعهم مش كامل يعني هما طالعين من غير رقبة بس طالعين بجد تحفة. ده بقى الرز اللي احنا خدنا منه شوية حشينا بيهم الحمام اللي حاطين عليهم شوية مية وسويناهم، خدناه كده فرشناه تحت الحمامات عامل شكل حلو. وكمان لو عاملين اي خضار جنبه يتاكل معاه. الحمام بيبقى حلو قوي جنبه شوية ملوخية كده وبس كده خلاص. شوية الرز وشوية الحمام وشوية الملوخية وشوية الشوربة بتاعهم صفيناهم طالعين بجد لازم تجربوهم. مهما كان الحمام عندكم متبهدل ما تقلقوش خالص من الحمام. في ناس بتقلق منه، لا هو سهل جدا وبسيط واكله ممتع. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وبألف هنا يا رب على قلوبكم.